الف مبروك لجمهور الزمالك. انا لبست ابيض اهو عشان اوريك ان احنا ايه، روحنا رياضيه عادي، لان احنا لينا اهالينا واصحابنا وكل الناس زملكاويه ومفيش مشكله. وكانت هتبقى صعبه قوي لو خسرت الدوري والكونفدراليه في نفس الاسبوع، سبت واربع خسارتين على ارضك وسط الجمهور، كانت هتبقى قاتله فعلا يعني، فيها ازمات وفيها حاجات، فيها مشاكل كتير هتحصل. انا بس كل مشكلتي ان انت لما بتكسب بتعمل حفله وتقعد تحفل علينا سنين قدام، ولو خسرنا في بطوله انت مش مشارك فيها بتقعد تحفل وانا في كاس العالم للانديه خسرت عملت عليا حفله عادي، دي كوره. انما انت خسرت المره دي الكونفدراليه، كل ما اهزر مع حد يقول لي يا باشا ما تهزرش معايا عشان ما اخسركش، اكلم ده يسيب الواتساب ويطلع، اكلم ده يقول لي انا مش عايز اعرفك تاني، اكلم ده هسمعك ربع مشكل في ايه. خليكوا جود لوزرز، خليك يعني هارد لك. وبالمناسبة على فكرة يا أحمد بالحاج شغل القلاب يعني، كانت واضحة وضوح الشمس، اللي هيقول لك غير كده فاهم يعني لا معلش أنا آسف، بس برضه أنت تستحق، بس هو شغل القلاب واداله واحدة كده ولا ركز معايا. احنا بس عايزين نتقبل الهزيمة، وفي الفوز حفل عليا مفيش مشكلة، وانا حفل عليك، بتبقاش قموصة يعني فاهم. يعني انت اي وقت بتحفل عليا خلاص باخدها بشكل ودي. انت بقى شخصنت الموضوع قوي المرة دي، كبرتوا المواضيع مش كده. وعامة الف مبروك يا عم، ونتقابل السنة الجاية ان شاء الله في السوبر الافريقي بقى، انت تاخد دوري ابطال افريقيا وانا اخد الكونفدرالية، ونتقابل تاني في السوبر الافريقي ان شاء الله.